الحمد لله فاضح السنة ناصر السنة بأهل السنة من أهل السنة في أهل السنة. الحمد لله ناصر السنة بأهل السنة من أهل السنة والجماعة. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم اتهام اللي صلى الله عليه وسلم لكان الله عز وجل لكان الله عز وجل الله عز وجل الله عز وجل الله عز وجل قول الله عز وجل قول الله عز وجل. أما بعد، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من أهل السنة في برنامجكم لا يجوز. هذا البرنامج هو لكم. إذا عندكم أي سؤال يمكنكم الاتصال على الرقم التالي. أنا قلت 010 010. هنفضل طول عمري كل حلقة أكرر الرقم ده عشان الست اللي هتطلق دي. 0 10 010 50 5 0 1 2 4. دي نمرتي، مفيش غيرها. اي رقم تسمعه تاني غير ده يبقى مالكش علاقه بيه، مش تبعي. أنا هنا لخدمتكم، أنا هنا لخدمتكم. نعم، عندنا اتصال، تفضل. يا شيخ عندي سؤال، هل يجوز لزوجتي أن تقود السيارة؟ لا يجوز، لا يجوز للمرأة قيادة السيارة أبدا. هناك حجة في من يقول أن الركوب على الراحلة في السابق دليل على إجازة القيادة للنساء. ركوب على الراحلة ما فيها خطر، الراحلة ما فيها خطر ولا يترتب عليها مفاسد، خلاف قيادة المرأة للسيارة ففيها مفاسد، فيها خطر وفيها محاذير كثيرة، فلذلك يمنع منها. على المرأة أن تركب الجمل كما فعلت أمنا عائشة حين خرجت على الجمل الأدبب في وسط الرجال حتى نبحت عليها كلاب الحوأب، هذا يجوز. أما السيارة فلا يجوز. فعليك الآن أن تشتري جمل أدبب وأن تلتزم بشروط الشراء، وهي أن يكون الجمل فيه حزام السلامة. هذا مهم جدا لسلامة المرأة. هيا اللي بعده، من معي؟ السلام عليك يا شيخ، عندي سؤال، ما حكم الخلوة بالرجل الوسيم؟ ماذا قلت؟ أعد السؤال. ما حكم الخلوة بالرجل أو الطفل الأمر الوسيم؟ لا يجوز أبدا، وحرام شرعا لما فيها من محرمات قد تقع. نقطة المراهق الوسيم تبغى نغطيه؟ نقول كل بحسبه. المراهق الوسيم لا بد أن نعرف أن للعلماء فتاوى في تحريم الخلوة بالشاب الوسيم، الطفل الأمرد اللي فيه لمسة فتنة. القضية هنا فيما يتعلق بالرجل وليس الذكر كالأنثى، مختلف الوضع هنا، لكن لكل إجراءاته، هنا لا إجراء هنا لا إجراء. قضية الكلام اللي ذكر الأستاذ بس تحريم الخلوة مع هذه جديدة، من اللي قال بها؟ من اللي قال يعني هذا الوضع؟ والله أنا أتذكر أني قرأت لابن كثير وموجود فتاوى، ليس في هذا. لا بس يعني أنا أعتقد إذا كان في تحريم الجلوس مع واحد وسيم، إحنا وصلنا لمرحلة متدهورة جدا. الخلوة هذه مشكلة أخرى يعني. لأن هذا إذا كان الأحكام عندنا لا ما هو هذا الشخص اللي هو طفل ولا كبير؟ لا هذا الشخص اللي ما يقدر يضبط نفسه مع إذا اختلف بشاب وسيم، يعني هذا عنده، هذا مريض تعبان يعني يبغى له علاج. لا مو بصحيح. ليه؟ موجود يا أخي حالات كثيرة. السجون تئن، وينك فيه أنت يا أستاذنا؟ السجون تئن، والجهات الأمنية عندها إشكالية، وقضايا التحرش موجودة في الجهات الخاصة بالقضايا الأخلاقية تبع وزارة الداخلية، تحقيق والادعاء العام. إذا أردت الخلوة به فيجب أن تكون مع محرم. نعم، تأخذ محرم معك ثم تخلو به، وبالطبع مراعاة شروط الجلوس، وهي عدم تقبيل الوجه عند السلام، ولا لمس اليد، ولا إكثار النظر إليه خشية الفتنة والوقوع في الحرام والعياذ بالله. ترى الرجل يا شباب، الرجل عورته بين الرجال ترى ما يجوز انه يبدي الا الوجه والكفين بس. الصدر ترى عوره،
والبطن عورة والفخذ عورة. أنت مثلك مثل المرأة بين النساء. مرتاح متونس. وإذا كان بدون لحية فعليه أن يرتدي النقاب. انت فاهم يا باسم شكلك عامل زي ايه؟ انت شكلك امرض. يعني في تحريم يا باسم نحن نبص عليك. يعني انت في الاسلام لازم تغطي وشك، تلبس نقاب. اقسم بالله على ذلك في شرع ربنا انت تلبس نقاب. اللي بعده من معي؟ السلام عليك يا شيخ، عندي سؤال الله يخليك. لا يجوز. أنا لم أسأل بعد يا شيخ. أنت قلت الله يخليك، وهذا لا يجوز. تستتاب أو تقتل ولا تدفن في مقابر المسلمين. عليك أن تقول الله لا يخليك. ومن الخطأ في الدعاء قول بعضهم الله يخليك والله يخليك والله يخليك، ومعنى هذا يتركك، وهذا لا يصح، بل نقول الله لا يخليك. وقيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لبعضهم الله يخليك يا شيخ، قال إذا الله خلاني فمن يتولاني؟ فلا تقولن الله يخليك، بل قل الله لا يخليك. اللي بعده من معي؟ السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤال. نعم تفضل، ما هو السؤال؟ يا شيخ هل يجوز أن أشتري ألعاب لأبنائي؟ ألعاب للأطفال؟ لا يجوز شراء الألعاب، هذا حرام شرعا. في إشكالية الصورة، لأن احنا عندنا أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال نجعلها كعرائس عائشة. إيه بقى عرائس عائشة؟ عرائس عادية مجسم. ولما تزوجت عائشة رضي الله عنها أخذت عرائسها معاها في البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين كان يسرب البنات لعائشة عشان يلعبوا مع بعض بالعرائس. كل الألعاب حرام شرعا إلا عرائس عائشة حلال، فعليك أن تشتري عرائس مثل عرائس عائشة. أما العرائس التي تلعب وتضحك وتتحرك فهذه حرام شرعا، ولا يجوز شراؤها أبدا، لأنها ألعاب كافرة مشركة. استثنيت منها عرائس عائشة، ويستثنى منها العرائس اللي البنات بيلعبوا بيها. لكن أنا عايز أنبه على مسألة مهمة. العروسة بقى اللي بتضحك تحط لها حجارة تقعد تضحك وتلعب وتزحف وتقول بابا وماما، هذه محرمة قطعا. العروسة العادية انها تفتح عينيها وتفتح بقها والكلام ده كله محرم لا يجوز. وبالمناسبة برضو بقول أي شيء غير العروسة أيضا محرم. يجيبوا لي دباديب وأرانب وكلاب وقطط والكلام ده، هذا لا يجوز أيضا. لا يجوز إلا العروسة وللبنت دون الولد. هل افتهمت؟ لا يجوز وحرام شرعا، فقط يجوز عرائس عائشة، هذه حلال. اللي بعده من معايا؟ السلام عليكم يا شيخ، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندي سؤال يا شيخ، إذا أدركتني الصلاة وأنا في برحلة في بلاد التوحيد هل يجوز لي أن أصلي فيه؟ لا يجوز، فقط يجوز في حالة واحدة، إذا دخلت البار حلال وأنت على وضوء وتبقى محافظا على الوضوء، فعندئذ إذا أدركتك الصلاة صلي والصلاة مقبولة إن شاء الله. الويلكمينج هنا كله حيكون دانس فلور، يعني كله ستاندينج. هذا البار بار حلال، أكرر حلال. هنا حيكون في تيبلز العادية، واللي فوق حيكون VIPs. it will be included شيشة. الانتري حتبدأ ب 370 أو 500 and it goes up to I don't know how much. And يعني it's very nice. Actually it is very nice. نعم عندنا اتصال، تفضل. السلام عليكم يا شيخ، اتصلت بك البارحة فلم ترد. لم أرد لأنني أتكلم في اليوم حوالي 6 ساعات وتأتيني 1000 مكالمة، فكيف تريد مني أن أرد عليك؟ صلتني رسائل على المحمول فيها عتاب لي أنني لا أرد على الهاتف، وبعض الإخوة شافهني بذلك أيضا بالهاتف أنني لا أرد. أنا أتكلم في اليوم حوالي من 5 ساعات ل6 ساعات، فأنا يعني معنى ذلك أن أنا ممكن أتلقى قرابة 1000 مكالمة في اليوم. 1000 مكالمة في اليوم ما أستطيع أن أرد عليها جميعا. اللي بعده من معايا؟
السلام عليك يا شيخ. نعم تفضل. جاء في كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد في الجزء الأول أن عمر كان يقتل. اقفل على هذا، اقفل على الكلب الرافضي هذا، اقفل. شيعي رافضي خسيس أراد أن يطعن في الفاروق. هذا المجرم أراد أن يطعن ويقول أن الفاروق ما كان شجاعا ولم يقتل أحدا، ونسي أن شجاعته ضربت بها الأمثال. فإن عمر ضرب بشجاعته الأمثال. قطع الله لسانك ودمر بنانك وأحرق جسدك، وأرى العالمين آية فيك. أتطعن في الفاروق الذي كان يقتل القمل وهو في الصلاة؟ أتطعن بعد هذا يا شيعي؟ أتطعن؟ لأن عمر كان يقتل القمل في الصلاة، رواه سعيد. لا تدخل شيعي أبدا. حينما يدخل خليجي رافضي لا تسمح له بحرف واحد، بحرف واحد. اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.